انا بقول لك شيء، انا شدني حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. شو يقول؟ يقول من اسباب السعاده للمؤمن 4: المسكن الفسيح، والمركب المريح، والجار الصالح، والزوجه الصالحه. تصدق يا دكتور ان المواطن الكويتي محروم من ال4؟ تصدق عاد؟ وراح يشرح للكويتيين كلهم شلون احنا محرومين من هال4. مسكن فسيح ما فيه. ليش؟ لأن ما في كويتي يقدر يشتري بيت بسبب الإقطاعيين اللي مسيطرين على أراضي البلد. ولا تقدر تأجر لأن الإيجارات غالية. ولا تقدر تسكن مع أبوك لأن البيت 300 متر وهدموا دوانيته اللي برا وهدموا غرفة السايق. لا وزيدك من الشعر بيت، صايرين احنا مثل العصافير. إذا شفت جارك يبني بيتزوج ولدك يبني له غرفة. شوف هذا المسكن الفسيح. زين، المركب المريح، الحكومة تواطأت مع التجار والغت الحراج. مو بس الغت الحراج، ومنعت الاستيراد للسيارات الا لسنتين لقدام، حتى تقلل الفجوه بين السياره الجديده والسياره المستعمله. واذا عرضوا سيارات في المناطق للبيع جو خلفوها وشالوها البلديه. تواطأ مع منو؟ مع وكلاء السيارات. هذا المركب المريح راح علينا. الجار الصالح، جارنا اخوي بابو وراجو وجارنا كله عزاب وطقطقه وبلاوي. وين هذا جار صالح؟ زين، الزوجه الصالحه، ما حد يزوجك بنته بدون وظيفه، عيالنا ما عندهم وظائف. فيا ايها الكويتي الان محروم من من المسكن الفسيح، من سبل السعاده كلها. فانا شو اقول لك؟